عاملين ايه يا شباب؟ النهارده انا عايز اتكلم معاكم في موضوع ازاي نتمرن في رمضان. في ناس بتقول لك اتمرن بعد الفطار، وفي ناس تانية الله يبارك لها بتقول لك اتمرن قبل الفطار عشان تحرق دهون. بس انا عايز اقول لك انك هتحرق دهون بس مش هتحرق دهون بس، انت هتحرق دهون وعضلات، عشان تمارين الحديد بتستهدف بشكل رئيسي مخزن طاقه اسمه الجلايكوجين، والمخزن ده بيكون شبه خلصان بسبب الصيام، فيبدا جسمك يروح يدور على مصدر تاني ياخد منه طاقه زي البروتين والعضلات، ويبدا يكسر فيهم ويطلع لك طاقه عشان تقدر تتمرن وتكمل يوم. يعني هدم عضلي. يعني الكوتش بدل ما يروح الجيم عشان يكسب عضلات او على الاقل يحافظ على المستوى اللي وصل ليه، لا بالعكس، بيروح يخسر العضلات دي. ده غير اللي انت بتكون معرض نفسك لخطر الجفاف بسبب الميه اللي هيفقدها جسمك بسبب التمرين والمجهود الزياده. لكن لو انت اتمرنت بعد الفطار مش هيكون مطلوب منك اي حاجه غير انك ما تفطرش وتروح تتمرن على طول. خلي ما بين فطارك وتمرينك من 2 ل3 ساعات عشان يكون الاكل اتهضم وتقدر تتمرن بشكل افضل.